السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم سر الطبيعة مع بعيسى. النهاردة هنتكلم على سر جديد للعشبة. الناس كلها عارفة الجنزبيل، لكن في نبات وفي عشبة شبهه بالظبط الناس متعرفش عنه حاجة، اسمه اللونج، أو بالدارج أو بالاسم الشعبي بتاعه اسمه الخلنجان. طيب العشبة دي أصلها في الطب الصيني والطب النبوي والطب الهندي من سنين كتيرة قوي، وبيعتبروها من الأعشاب السحرية اللي ممكن تغير حياتكم في الصحة والجمال. تعالى النهاردة هكلمكم على فوائدها كلها، وازاي نستفاد بيها كصحة عامة، وازاي استخدمها للبشرة، وازاي استخدمها للشعر. بس قبل ما اقول لكم، اطلب منكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للحلقة دي، ولو عجبتكم يا ريت تشيروها وتعرفوا اصحابكم بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. ايه هي الفوائد الصحية أو الفوائد العامة ليها؟ أول حاجة الخلنجان أو اللونج، ده بينشط الدورة الدموية وبيدي طاقة قوية جدا للجسم. طيب، وبتساعد على تحسين الهضم، وبتعالج الانتفاخ والغازات، مضاد قوي جدا بكتيري والفيروسات، يعني بيقوي المناعة وبيعلي المناعة معاه، بيقلل التهاب المفاصل. الناس اللي عندها مشاكل في العظم، مشاكل في خشونة الركبة، مشاكل في المفاصل عموما، لو استخدموه هيلاقوا نتيجة رهيبة وهتعجبهم جدا وهتعالج معاهم الألم بشكل فظيع. نيجي بقى للنقطة المهمة قوي. احنا داخلين على مدارس، محتاجين ولادنا ان هم يكونوا مركزين ويبقى في الذاكرة عندهم كويسة، عشان ما تبقاش الذاكرة بتتمسح أول بأول. الخلنجان قوي جدا 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 لتقوية الذاكرة والتنبيه، يخليه منتبه ويخليه يحصل أكتر ويخليه الذاكرة بتاعته أقوى. طيب، دي فوائد الصحة العامة يعني. طب نتكلم على فوائده بالجمال. طيب، أول حاجة هو بيستخدم في تأخير ظهور التجاعيد، عشان فيه مضادات أكسدة عالية جدا، وبيدي إشراقة للبشرة بشكل فظيع، لدرجة إن هو بيخلي البشرة زي الإزاز بتنور. بيساعد في علاج حب الشباب طبعا، عشان احنا قلنا إن فيه مضادات للبكتيريا والفيروسات، فقوي جدا لعلاج حب الشباب. احنا قلنا قبل كده ان اي حاجه بتقوي الدوره الدمويه او بتنشط الدوره الدمويه، فبالتالي بينشط الدوره الدمويه في فروه الراس، فبالتالي بيقوي جذور الشعر وبيعزز نمو الشعر كمان، يعني بيزود كمان معايا نمو الشعر. طيب، استخدمه ازاي؟ استخدمه بطريقه بسيطه جدا. بنستخدمه بطريقه شاي اللونج او شاي الخلنجان. يعني بناخد شريحه صغيره وبنغليها مع ميه زي الجنزبيل، وبنحط عليها مثلا معلقه عسل وبنشربها مره واحده في اليوم، كفايه قوي. ولو مره يوم ويوم لا، برضو كويس. طيب، بالنسبه للبشره استخدمه ازاي للبشره؟ بسيطه جدا. هنجيب البودره بتاعت الخلنجان ونحط عسل ابيض مع معلقه عسل ابيض معاها، وبنعمل بيه وبنخلطه كويس طبعا جدا، وبندهنه على البشره وبنسيبه ربع ساعه، وبعد كده بنفركه وبنغسل وشنا. طيب، بنعملها كم مره في الاسبوع؟ بنعملها مرتين في الاسبوع، كفايه جدا. طيب، بالنسبه للشعر نفس الطريقة. بناخد برضو شريحة أو شريحتين وبنغليها مع كوباية مية كبيرة، وبنغسل بيها فروة الراس مرتين في الأسبوع، هتلاقي النتيجة معاك كويسة جدا. طيب، العشبة دي فعلا كنز منسي، والناس مش كتيرة اللي تعرفها. موجودة متوفرة جدا عند العطار، بس خلي بالكم إن هي شبه الجنزبيل شوية، فممكن يبقى فيه زي غش تجاري كده، إن هو بيبيع لك الجنزبيل على إنه خلنجان، رغم إن الخلنجان معلش سعره أعلى شوية. لو جربتوها هتلاحظوا الفرق خلال اسبوع بالكتير، يعني من اول اسبوع هتلاقي النتيجه معاك رهيبه. ويا ريت نستخدمها ونرجع للطبيعه تاني ونبعد عن الكيماويات. المستحضرات التجميل اللي احنا بنستخدمها باسعار خياليه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها دي، احنا اولى بيها، وان احنا نجيب حاجات طبيعيه هتجيب نفس النتيجه وبسعر اقل. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو ده، وتعرفوا كل اصحابكم المهتمين بالعلاج الطبيعي
والادويه الطبيعيه والنباتات الطبيعيه، ان هنا الكنز اللي هيلاقوا فيه كل معلومه هتفيدهم في صحتهم، في شعرهم، في بشرتهم، في جمالهم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده باذن الله مع سر الطبيعه مع بويس. السلام عليكم.